السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه عايزه اقول لكم النهارده بقى ان انا اول مره في حياتي اسلق كرومبه، فادعوا لي كده يعني ربنا ييسرها معايا. اول حاجه انا جبت الكرومبايه اهوت وقطعت راسها. قطع الراس يا جماعه كويس قوي. وهتكوني محضره انت ميه سخنه على البوتاجاز بتغلي. هتروحي تحطي الكرومبايه في الحله. تحطيها خلي ناحيه الراس تحت في الارض بتاعه الحله، تمام. بس هو يا جماعه مثلا 10 دقايق ولا حاجه، وغطوا عليها كده. وايه هتتابعوا كل شويه. هتفتحي عليها بعد كده. آه هتحسي بقى ان هي عايزه تقلب بقى على الناحيه التانية. من تحت استوت شويه. هتقلبيها على الناحيه التانية بقى، اللي هتجيبي وشها في ظهرها. تمام. بس بقى من عند الوش كده يا جماعه، لما بتتقلب بتاخد لا يزيد عن 5 دقايق مثلا بكتير قوي. عشان الورق خلاص بيبقى خفيف ورفيع عن اللي هو بيبقى جنب العروق وكده، بيبقى الورق تخين شويه. ف كده انا قلبتها خلاص. اوكي. بس تفضلي تتابعي بقى كده، هسيبها 5 دقايق وبعد تفضلي تتابعي لحد ما تحس انها استوت. غطي عليها برضو، حاولي تغطي عليها عشان تستوي برضو من فوق ومن تحت كده، والدنيا تبقى متظبطه. هتعملي بقى تست بايدك كده. شوف انا حسيت خلاص كده ان هي استوت. هتقومي جايه بقى شايله بقى. تبتدي بقى تشيلي وتفصصي كده الورق من عند الراس. هتفضلي بقى تشيلي ورقه في ورقه في ورقه لحد ما تخلصي الكميه كلها، الكرنبايه كلها. في الاخر كده يا جماعه تحسوا ان الورق لازق شويه من عند الراس كده، هيبقى فيه حته راس كده لسه باقيه في نص الكرنبايه. هتشيلها كلها بقى بعد ما تشيلي الورق الخارجي ده. خلي بالكم يا جماعه، انتوا بتشيلوا الورق الخارجي شوفوا يعني صعب شويه ازاي. خلي بالك يعني ما تشديش الحاجه بعنف قوي عشان الورق ما يكسرش او ما يتقطعش. بصوا. بحس ان هي مش عايزه تطلع معايا، بقوم جايه سايباها مكانها عادي جدا. خلاص كده. انا كده يا جماعه بفرق الورق عن بعضه بحيث الميه تخش جواه ويستوي والكلام ده كله يعني. ده كله انا عماله اقلب واوديه واجيبه والكلام ده كله بحيث ان خلاص بقى انا حاسه إن المفروض ان هو كده استوى. شفتوا؟ انا كده عايزه اشيل بقى. افضلي بقى شيلي واحده في واحده في واحده. وخلي بالكم يا جماعه، من جوه بقى هتلاقيه لسه عايز يستنى مثلا 5 دقايق كمان، لان من جوه يعتبر مش مستوي. اللي بره بس هو اللي بيستوي طبعا قبل اللي جوه. بصوا. حاولوا يا جماعه ما تسووش الورق قوي، بحيث لو انت حطيتوه في الفريزر مثلا زي ما انا بعمل، لما تيجوا تطلعوه مش هتلاقوه مهري قوي يعني. انما لو هو مستوي قوي ودخلتوه في الفريزر هتيجوا تطلعوه تلاقوه مهري جدا جدا. يغلبكم في اللف. شفتوا؟ انا كده شلت الراس خالص، بواقي الراس كلها من جوه. واسيبها مع بعض مع نفسها كده في الميه بقى 5 دقايق كده. تستوي بقى كويس قوي يعني ان شاء الله يعني. كده انا بوريكم ان انا يعتبر خلصت كده خلصت الكرنبايه الحمد لله. هتيجي بقى عند الرخامه بتاعتك الحلوه كده، تغسليها غسله نظيفه. وتحطي بقى ورقك الظريف كده. وهتبتدي تقطعي. انا بقطع يا جماعه بطريقه زي ما انتوا تشوفوا كده. بجيب الورقه. وده كله متعلماه من على اليوتيوب يا جماعه يعني مش. وانا مش صغيره يعني مش عيب ان انت تقولي ان انا بتعلم لسه. بتجيبي الورقه وتجوزيها نصين كده. طبعا اكيد انتوا عارفين الطريقه دي، بس انا اول مره اجربها الصراحه. لان ماما دايما الحمد لله ربنا يبارك في عمرها، هي دايما اللي بتسلق الكرنب وتقطعه الكلام ده كله. فهي طبعا دلوقتي مش موجوده بره يعني عند اختي بتزورها. فانا اضطريت اسلق الكرنب بدل ما تدبل وتبوظ وكده يعني. تمام. بص، بعمل الورقه مجوز كده واحط ورقتين ثلاثه على بعض. وتحطوا يا جماعه العرق تحت العرق بالظبط. شوفوا؟ بعدين هتقطعوا كده بسكينه حاميه، تكون عندك سكينه حاميه كده محترمه. عشان ما تبوظلكيش الورق ولا الشرشار ولا الكلام ده كله. اتحكمي كده في السكينه. وشوفي الورقه كده عرضها هتقطعيها 2 ولا 3. في ورق بيبقى عريض قوي، لما نوصل لنهايه الكرنبايه. هتلاقي كان في ورق عريض بقطعه تلات بالطول كده 3 اجزاء يعني. بصوا الورق عامل ازاي. هتقيسي طبعا بصبعك كده وتشوفي انت الصبع بتاعك بتحبيه كبير بتحبيه صغير. على حسب ما بتحبي. تمام كده. شفتوا؟ خدتوا بالكم؟ هنقعد بقى هنفضل في الموال ده كده الحمد لله لحد ما نخلص الكرنبايه. تحط 2 3 فوق بعض كده.
وهتقطع في كيرف كده يا جماعه تحت تحت كده بتقطعوه برضو، بتاخدوا منه ملي ولا اتنين كده، ما يعني ما تهدروش قوي، بحيث لو انت ما قطعتهوش هتلاقي الورق اللي تحت بالذات في الحته اللي تحت دي ماسك في بعضه. هوريكم دلوقتي هيجي دلوقتي المشهد ده. بتسوي كده المنظر عشان ايه يبقى المنظر العام حلو للورق. بص ايوه الحته الاخيره دي، بص ايوه بصوا، وانا بوريكم اهو الاول. شوفوا الورقه عامله ازاي. فانت بتاخدي كيرف صغير كده تقطعه عشان الورقه تبقى ايه، متقطعه معاكي، مش واخده منظر مثلث كبير كده. بصوا الورق ده كله بقول لكم يعني انتوا ممكن ايه اللي هو اللي خرج ده من التقطيع تحطوه في ارضيه الحله، بحيث المحشي ما لو لا قدر اتلسع ولا حاجه، لو لا قدر الله اتلسع ولا حاجه ما يتلسعش يعني. هنا بقى دخلنا في الورق الكبير شويه. ف هتحطي انا برضه اهو بشرح لكم كده. بتحطي كده، اقطعي بقى. خدي كيرف صغير كده من تحت زي ما قلت لك. شوفي بقى الورق هيبتدي يكبر اهو. بصوا بقى، شوفوا انا بقى عماله اقيس عشان ايه الورق كله يطلع قد بعضه، يبقى صوابع المحشي كلها قد بعض، مش تلاقي واحد كبير وواحد صغير. واركني بقى جنبك كده لحد ما تفضي الصينيه ونرجع نحطه فيها تاني. بصوا، بصوا الورق مربع ازاي يا جماعه، عامل زي ورق الكراسه، حاجه محترمه يعني بجد. ممكن حد يقول ان الطريقه دي مش حلوه في الحشو، ممكن لو الكرنبايه فيها عروق كتير هتلاقي فعلا الورق معرق كده زي ما بيقولوا، هيعوقك في اللف. لكن الحمد لله ربنا نصرني في الكرنبايه دي، انا اللي شاريها يعني. فربنا نصرني الحمد لله، ما كانتش معرقه قوي، ما فيهاش عروق كتير يعني. مش ما فيهاش عروق كتير في وسط الورق يعني ايه. ساعات تلاقي الورقه كلها مليانه عروق، مش عند العرق بس الاساسي اللي هو عند الراس كده. يا رب تكونوا فاهمين قصدي. بصوا الورق ابتدى يكبر اهو. تمام. و هنبتدي بقى نقطع تاني. هي نفس التقطيع يا جماعه، بس بيفرق في ايه، في الورقه كبيره وورقه صغيره. شوف بقى دي قطعتها 3 صفوف يعني، او 3 قطع، لان الورقه كبيره. وقطعي بقى زي ما عملنا قبل كده في اللي قبله، واركني بقى جنب كده يا حلوه. ايوه. فخوره بنفسي قوي انا بجد، عامله حاجه عظمه يعني. اهم حاجه تسوي كده يا جماعه، زي ما بيقولوا كده العين بتاكل قبل البطن او البق او كده يعني. خلوا دايما حاجتكم شكلها حلو كده عشان نفسكم يتفتح. انت لما تيجي تحشي كده تلاقي نفسك مفتوحه على الحشو كده. طبعا دي الطريقه جديده يعني، مش انا شايفاها جديده يعني. طبعا ماما بتعمل بيها بالطريقه بتاعه الامهات بقى، اللي هي ايه بتمسك كل ورقه كده وتقعد تلفها مش عارفه لفه كده، بعدين تقعد تقطع بايدها واحده 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 الكلام ده كله. ده انا عماله اشاور نفسي اعمل الورق الاخضر ولا لا، لان احنا ملناش قوي في الورق الاخضر، بنقعد نقطعه ونظبطه والاخر ما بنعملوش، ولو عملناه ما بناكلوش يعني. فانا هعمله، بس عشان ايه الواحد بيستحرم ان هو يرمي حاجه يعني، نعمه ربنا يعني. بس انا عارفه ان احنا في الاخر مش هناكله يعني. فانا بعمل ايه، بفرش بيه الحله زي ما بيقولوا كده، بفرش بيه الحله بالبلدي كده يعني. انا ما بحبش بصراحه المحشي يبقى فيه لسعه كده. في ناس بيحبوا يلسعوه اللسعه اللي هي دي انا ما بحبش كده. ولا احب احمره في سمنه بعد كده تاني يوم او الكلام ده، لا. ماليش في الجو ده، بحب اكله كده فريش كده يعني. بصوا التقطيع، بصوا احنا وصلنا لحد ايه دلوقتي. فاضل بس ورقتين اللي هما الخضر دول، اللي انا عماله رايحه وجايه ان انا ايه اهرب منهم، بس في الاخر هعملهم. بصوا دي اخر حاجه بقى، وابتدي بعد كده اروح ارمي اللي في الصينيه العروق دي. في ناس ممكن تخلل العروق دي يعني، بس انا ايه ما اعرفش اعمل مخلل بصراحه، ما وصلتش لسه للليفل ده. كده خلاص يا جماعه، انا كده خلصت الكرنبايه الحمد لله. هنروح بقى نرمي العروق دي كلها. دي اللي بيقولوا عليها وزه ولا بطه، مش عارفه بيسموها ايه، وفي ناس بتحشيها وبتاكلها يعني. هنا كنت خلاص لقيت ورقتين كمان فهعملهم، و حطهم مع الورق بقى كده. بس اي ورق متقطع هنا يا جماعه، اللي هو اللي احنا قطعناه من عشان نساوي الورق، حاولوا ما ترموهوش يعني، استغلوه يعني. استغلوه في انكم تحطوه في ارضيه الحل زي ما قلت لكم في الاول. بس انا بلم بقى عشان ارمي الكلام ده كله. و
اجيلكوا بقى بالمنظر النهائي ان شاء الله. هحط الورق اللي قطعته ده كله في الصينيه اهو. شفتوا يا جماعه المنظر حلو ازاي؟ منظر بصراحه محترم يعني. هبتدي بقى اجيب اكياس تخزين عشان ايه؟ مش بستعمل ده كله مره واحده، لان انا دايما بعمل مثلا نوعين محشي او ثلاثه مع بعض، يبقى حله كده حله كده. وح بتفضي الهواء من الكيس وتربطيه، وبعدين احطه في الفريزر بقى. الاكياس دي حلوه قوي يا جماعه، في منها مقاسين، مقاس كيلو، وفي نص كيلو، او في ربع تقريبا كمان. حلوين قوي يعني، بينجدوني بصراحه. بس لو وصلت للجزء ده من الفيديو، شجعيني، اعملي لايك، اعملي كومنت حلو. آم، عرفيني ان الفيديو وصل لك يعني يا اختاه يعني. ماشي، يلا مع السلامه، اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي حلوين.